بما اني في مود الحلا قررت اصلح معاكم تشيز كيك بالوايت شوكليت والراسبري، يعني بالشوكولاتة البيضة والتوت. فاخترت الراسبري، عادي تختارون اي نوع من انواع التوت بس انا اخترت الراسبري، مجمد او فريش براحتك. استخدمت المجمد لانه اوفر. هنا بنات رح اخلط البسكوت مع الزبدة اللي ذوبتها. لازم اسوي حوسة، خلطيها مرة مضبوط لين تحسينها زي الفتات. هنا بنات راح اضغط البسكوت بهذا الشكل او بملعقة، اهم شي ان احنا نرصه مرة مضبوط. هنا بنات راح اضغط البسكوت بهذا الشكل او بملعقة، اهم شي ان احنا نرصه مرة مضبوط. هنا بنات راح اضغط البسكوت بهذا الشكل او بملعقة، اهم شي ان احنا نرصه مرة مضبوط. هنا هذا بنات عقب ما خلصنا اهم شي رصيناه مرة مضبوط. راح ادخل الفرن بس 5 دقايق. هذا بنات توت مجمد او فريش، حطي عليه السكر. توت مجمد او حاولوا بنات تضغطون عليه شوي. طبعا انا ذوبت الشوكليت وخليته جاهز، بس بخلص الصوص اول بعدين نرجع للشوكليت. زي ما قلت لكم 4-5 دقايق بعدين نصفيه عشان البذور حقت التوت تروح. بنات احنا نعرف ان اي شيء عشان يتحول الى هلام يحتاج الى مادة اسمها البكتين. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله التوت ما يحتاج، لان التوت اصلا التوت التفاح الشغلات هذه غنية اصلا بالبكتين، فما يحتاج نضيف له بكتين. بس هنا كذا صار زي الصوص ثقل شوي، خلاص راح نطفي على النار. اخذ بالضبط معاي 5 دقايق. شوفوا هنا خلاص ما شاء الله تبارك الله خلاص خلص، طفيت عنه. الان راح اصفيه عشان هذه الحبوب ما نبيها. بس شوفوا هنا مهمة بنات كل شيء يكون بحرارة الغرفة. فهنا راح اضيف الجبن، بس قاعدة اوزنها الحين. ناخذ حاجتنا من الجبن. مهمة بنات كلكم يا تسوونها الحين تتبعون تعليماتي. اول شيء الحين اذا انت قاعدة تسوين معي شغلي الفرن وخليه على حرارة 180، الرف في النص او في الاسفل عادي مو مشكله، بس انت تشغلين الفرن من تحت، بس افضل يكون في النص في هذه المرحله. التشيز كيك اليوم ما راح نحتاج انه يكون بحمام مائي، ما راح يكون بحمام مائي لانه يعتبر من التشيز كيك بار، ما يحتاج نحن نحطه بحمام مائي. هذا 1. 2 ضروري كل شيء استخدمتيه يكون بحراره الغرفه، كل شيء، البيض، السور كريم، الجبن، هذه الاشياء مهم انها تكون في حراره الغرفه. والان راح نخلط. ضروري تكون بنات مدة الخفق 2 دقيقة. بخفق الحين هذا 2 دقيقة بعدين اضيف له السكر واخفقه 2 دقيقة. لما نضيف البيض ما نطول في الخفق عشان ما يتشقق معاكي التشيز كيك. راح اضيف السكر واخفق ايضا لمدة 2 دقيقة. الهدف ان احنا نخلي كل شيء كريمي وسلس، فراح نخفق. تضيفين البيض، يفترض نضيفها بيضة بس انا صراحة اضيفهم مرة واحدة. وبضيف الفانيلا واخفق 20 ثانية، احسبيها 20 ثانية ووقفي، ولا تبالغين في الخلط تمتزج. احسبي 20 ثانية ووقفي. اضيف ساور كريم هذه الكمية، وراح اضيف ملعقة تقريبا من النشا، وراح اضيف الوايت شوكليت بعد ما ذوبته وبرد. ما ننسى رشة الملح، ما ننسى رشة. راح اصب الخليط. شوفوا اما انك تصبين نص الخليط بعدين صوص بعدين نص الخليط بعدين صوص، او تصبينه كله بعدين الصوص. انا اللي بسويه بصبه كله بعدين بحط الصوص. بتحطين بشكل عشوائي بهذا الشكل.
بتحطين بشكل غطيته كله، راح اسوي بهذا الشكل، عرفتوا؟ شكل رخامي يعني. ادخله الفرن تقريبا بياخذ له من 35 الى 45 دقيقة بهالحدود. مقاس القالب هذا 20 سنتي، له 8 انش، فرح ندخله الان الفرن حرارة 180، الفرن مشغل من الاسفل فقط. هنا ما شاء الله تبارك الله خلصت، شايفين ما شاء الله تبارك الله ما فيها شقوق ولا فيها شيء، تهز خفيف جدا. راح ندخلها الان الثلاجة اقل شيء 4 ساعات الى يوم. من الاشياء المهمة اللي تسوونها ان كل شيء تستخدمونه يكون في حرارة الغرفة، زائد درجة حرارة الفرن ممكن تخلينها 180 بس بتكون شوي شادة. انا في حالة ما بستخدم مثلا حمام مائي افضل ان تكون درجة الحرارة 150 او 140، فانا حطيتها 150 وخليتها مثلا تقريبا من 35، اخذت لها تقريبا 35 دقيقة. طبعا تشيكينها تكون ترج رجة بسيط، يعني ترج تحسين لسه ما استوت. طفيت النار وخليتها، والآن صارت تمام. راح بدخلها الثلاجة إلى بكرة. بحط عليها هذا اللهب التورش يعني، عرفتوا؟ وابدأ اقطع. بحط عليها، الهدف انها تطلع مرتبة ما تلصق يعني، بس هذا هو الهدف. اللي هي حارة ترى، شايفين تنقطع معاكي بكل سهولة. وامسح واعيد نفس العملية. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله تطلع لك مرة مرتبة. تسحبين على الاسفل، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. يلا واخر تقطيعة تقريبا. يا سلام يا مقسوم. طبعا ما احكي لكم من الاشياء هذه اللي في الزوايد ناكلها، لذيذة بشكل ما تتخيلونه. خلينا نروح نسوي لها اطلق جلسة تصوير، اللي بتسترزق من وراها حلالكم. خليني اوريكم شكلها، مرة لذيذة بشكل ما تتخيلونه. سووها بنات الأسر المنتجة وبيعوها للكافيهات. القطع شوفوا شكلها كيف مرتبة وحلوة، حلالكم الوصفة، مرة لذيذة.